عليكم شباب، مرحبا. شلون الصحة؟ إن شاء الله طيبين. طبعا أنا أكو أشخاص يقولوا لي وين أنت؟ طبعا أنا في فنلندا بتوركو، وحكيت هذا الحكي بالفيديو السابق. فأكو ولد يقولون عفتوا الوطن وياه يدافع عن الوطن. حبيبي لا تصير وطني براسي، يعني رحمة لوالديك. واكو بنية طبت هاي الصحفية ما أدري راتب عدها ما أدري شنو، هم تقول انتم عفتوا الوطن. يا وطن هذا الوطن انباع عمي وراح وكله حرامية، وين الوطن ندافع عنه؟ الشغلة الثانية، اكو شباب تعلق وتعبانة، هاي مالكم علاقة بيها، اوكي؟ هذا اللي يقول باردة وهذا اللي يقول ما ادري شنو، هذا اللي يحكي. هاي شباب محترقة نفسياتها، وانا اعذرهم طبعا، نفسياتهم تعبت، شباب تعبت نفسياتهم طبعا يحكون هذا الحكي. فاحنا نتركهم، وهاي الفيديوهات انا اصورها بس للشباب الشرفاء الطيبين اللي يعلقون على تعليقاتنا، واشكرهم جزيل الشكر. والشغلة الثانية اترجى من الشباب لا يسوون طائفية، رجاء، يعني رجاء انت تدافع يا اخي، روح دافع يا كاظك، روح دافع عن الوطن، روح. احنا دافعنا ما بيه الكفاية حبيبي. خاف انت هسه حاط لك كم صورة وما ادري ايش وخابص روحك. وجماعة هواي يطبون على الخاص، طبعا اقبلهم حسب يردون سؤالات، عفتوا الوطن والوطن. حبيبي يا وطن 30 سنة 30 سنة الوطن ما صار براسه حظ. هسه جتنا ما ادري منين ما منين خذوا الوطن واحنا نذبينا بالشارع. واذا هذا كلامي مو صحيح يعني هم عقبوا عليه، انتم الطيبين انا احكي، مو على ذول السقطاء الطايح حظهم اللي جاي يعلقون تعليق تعبان. واشكركم واسف على الاطاله طبعا. وهذا اخوكم رامي صديقي طبعا وعزيزي من بغداد طبعا، ويانا من الثلوجه، ويانا من دياله، ويانا من الرمادي، ويانا كلها يعني والله كنا اخوان. واكو ولد طفر علينا يقول ما صرتوا هيك بالعراق. لا حبيبي احنا كنا هيك، بس جتنا هاي التعبانه ما نريد نسمي ساميها، فرقونا، خلوه بدياله بوحد، خلوه بفلوجه بوحد، خلوه بالبصره بوحد. كفيلكم الله هنا الخبزه الوحده ناكلها كنا احنا، ابو دياله، ابو الفلوجه، ابو بغداد، ابو الرمادي، ابو موصل. معني لا يطيح ابو موصل انا اطيح قبله والله، وانا ابن البصره. وحياكم الله، وابن بغداد يسلم عليكم.